فكرة يعني تقول أنت أنه هل نحن في الزمان الذي تلد فيه الأمة ربتها أي يصبح الأولاد سادة آمرين والوالدون عبيد لهم مطيعين؟ يعني أنت كأنك شبهت أنه الولد هو السيد والوالدين هم العبيد. نعم. اشرح لي لا أبدا. لما هي باختصار شديد هي أصل القضية، يعني دائما التبسيط مريح. احنا ايش وضعنا في الدنيا دي؟ احنا في الدنيا خلفاء لله في أرضه. طيب. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا لنقوم بمهام محددة نكون مسؤولين عنها ثم نحاسب عنها يوم العرض الأكبر، فمنا من يجتاز ومنا من يفشل. ثم جعل لذلك سبيلا وهو التوالد وتربية الناس داخل الأسر. فأصبحت مهمة الأسر أن تورث الأبناء المسؤولية ليقوموا بالخلافة ويؤدوا ما طلبه الله منهم كاملا غير منقوص دون تدخل من هذه الأسرة. منهم الناس اللي مشوا منهم الخلق اللي مشى هالموضوع بشكل سليم. من الحيوانات. يجي الأسد يجي عنده شبل يربيه يرعاه فترة حضانة، ثم بعدين يضربه ببرثنه على يده ويقول له اذهب ومارس مسؤولياتك. يجي الطير يدف ولده يقول له طر تعال الموضوع. كل الكائنات لها فترات حضانة محددة بالفطرة. احنا سوينا؟ احنا لعبنا في فترة الحضانة، زودناها بداعي الطفولة وداعي المراهقة وداعي التعليم الإلزامي وداعي مساكين وخنث حيلي ولطيفين وما يصير جسمه غيرهم يرتاحوا وهم يشقون وعيالي ما بيهم غير عن خلق الله. ما في قسوة يعني أنت ما كأنك تدعو إلى القسوة. الله 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 وقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو أحيانا على ما يرحموا. سيدي الله جل وعلا تعبدنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أجوع يوما فأشكرك، أجوع يوما فأذكرك، وأشبع يوما فأشكرك. هذا التقلب بين الفاقة والشبع، بين الري والعطش، هو اللي يصير الإنسان إنسان. لأنه إذا الإنسان يطغى أن رآه استغنى. خليك طبيعي. احنا ما نقول لك جوع أولادك ولا نقول لك اظلم أولادك، ولكن خليك طبيعي. يعني أولادك وهم يسيرون مسيرتهم الطبيعية ستواجههم مشكلات، في دراستهم مشكلات، مع معلميهم مشكلات، في المدرسة مشكلات. لا تتدخل للإنقاذ طالما أن الولد يستطيع أن يحلها. مثال أعطني مثال. الولد الله يحفظه، واحد من العيال أخذ السيارة وهي خربانة وهو يدري، وراح أخذ ربعه للسوبر وجاي يدخل المول، يعلى السيارة سرحت، البريك ضعيف، أخبط اللي وراه، طاح الدعامية، طاحت اللي هي صدام اللي وراه سيارة مسكين هذا دليفري ماكو من المطاعم. انهبل هذا مسكين اخونا يعني غير المواطن الضعيف الفقير اللي بيتحملها. جاني الولد قال لي ترى كيت ما كذا. قلت سلامات، عسى بس ما صار فيك شيء. قال لا، الولد عنده رخصة ولكنه طالب في الجامعة. قلت لا بأس، لا بأس عليك إن شاء الله، خير إن شاء الله، ألف لا بأس. قال لي بعدين؟ قلت له والله ما فهمت ولدي، وش المطلوب؟ قال السيارة كيف تصلح؟ قلت لا يا ولدي أنا بسأل سؤال قبل ذلك، من هي مشكلته؟ قال مشكلتي بس ما عندي فلوس. قلت هذه سهلة، بس هي مشكلتك من بيغرم؟ قال أنا. قال ما عندي فلوس. قلت بسيطة، أحول لك واخصم من دخلك. قال لحظة يعني وشوي، لحظة شوف أنا أوريك. عندما تكون في السياق الطبيعي للأمور الولد حيشغل مخه. راح له يومين ورد قال لي أبشرك أبغرم فقط 10 دنانير. قلت له ليش؟ قال رحنا المخفر. قال هذه أنت مسبب الحادث، تأمينك راح يدفع. ما كان يعرف الولد انه في تأمين، يعرف انه ابوه وجيب وحط مخبات ابوك وطلع. انا ما كنت اعرف، تصور. لكن لما انضغط طلعت الفكرة، الحاجة ام الاختراع. فانت عندما تيجي تخلي ولدك في سياق الطبيعي للحياة. يعني نحن نخرج ابنائنا من سياقهم الطبيعي؟ لا، احنا نحن شوجر كوت رياليتي. احنا نغلف حقائق الحياة المرة لهم بالسكر حتى يلعنونا بكرة. يعني انت تستغرب من عدد الاولاد في الجامعات اللي فيهم تقرح في المعدة. تدري ايش السبب؟ وش السبب؟ ان امه
وأبوه وأمه بشكل رئيسي، تدرسه إلى الثانوي وتوفر له تيسر له مهام التعليم من مدرس خصوصي. فلما وصل الجامعة ما فيها مدرس خصوصي، ما في التخصصات وسرعة الكورس ما تتيح ذلك، فالولد يصير فيه مشكلة، قولون، تقرح في المعدة، بهق، ثعلبة، ينسحب من الدراسة، ما تعود يعتمد على زي الزنبرك. شادته الأم ليس بقوته الذاتية، عند نقطة معينة راح تهده، ايش يصير فيه؟ يرجع إلى وضعه الطبيعي. لا تتدخل للإنقاذ. وإحنا نعيد دائما ونقول ما يقول أخواننا المصريين: ابن الهبلة يعيش أكثر، ابن الهبلة يعيش أكثر. يقولون ابن الحكيمة يطلع أهبل، وابن الهبلة يطلع حكيم. العرب تقول: كل مهمل مكمل. كل مهمل يعني أنا مكمل. أفهم منك أنه لابد الأبناء يندعكون بهذا التعبير. يا الله، يعني شوف الكلمة: كل مهمل مكمل. اسمع الحكمة الثانية: لولا أبناء الفقراء، هذه عند سلفنا الصالح، لولا أبناء الفقراء لضاع العلم. ليه؟ لأن أبناء الفقراء عندهم نواقص تجعل لهم طموح، فايش يكمل باستخدام يرقى، بينما ذاك قاعد لأنه مشبع.